بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هوريكم بقى طريقة عمل حاجة بسيطة كده لتغيير في الفطار في الصيف اللي احنا فيه في الحر والفرهدة دي. هو اللي انتوا شايفينه ده قدامكم اهي، ديت الدقة المصرية الأصيلة بتاعت زمان قوي، اللي مبقاش حد ياكل الأكلات دي دلوقتي. حاجة بسيطة سهلة جدا جدا، على البيض مع السميطة، مع زمان احنا الفلاحين كده كانوا أهالينا يقعدوا يأمروا على راكية الولعة وبالدقة كده، وياكلوا ويفطروا ويشربوا كوباية الشاي، خلصت القصة. ما فيش حيرة ولا أي حاجة، وحاجة خفيفة كده وسهلة وتغيير. كانت بتتاكل في الصيف عشان خفيفة، وبتتاكل في الشتاء عشان تدفي، فحاجة في منتهى الجمال بصراحة، كتغيير كنوع من التغيير وبعدين مفيدة، فيها سمسم، فيها كمون، فيها كزبرة ناشفة، حاجة في منتهى الجمال. فيها سوداني لو انت عايزة، وفي ناس بتحط عليها حمص، حسب الرغبة، دي حاجة ترجع لكم. حاجة بصوا، بصراحة جميلة جدا جدا جدا، تحفة. لو جربتوها مش هتقطعوا من البيت، لان اي حد مش له مزاج للاكل، حاجة بسيطة خالص اهي تخليكي تمام التمام ومية مية. بصراحة انا عن نفسي احب الحاجات البسيطة دي جدا جدا، حاجة خفيفة كده، فطار، مشيها، عشاء، اللي انت عايزاه. هنوريكم بقى ايه المكونات معانا عشان تبقى مظبوطة ان شاء الله. بصوا بقى، بالنسبة للملح، هو الملح ده يعتبر ظابط، فاللي عاوز اقل من كده في الحدوقية هتقللي شوية في الملح. مش عايزاها تبقى مظبوطة، هي المقدار ده بتاعها ان شاء الله مظبوط. بصوا دي كوباية من السمسم، ونص كوباية من السوداني. عايزة تخلي بدل السوداني سمسم براحتك، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح. والمقادير طبعا انا هنسيبها لكم في صندوق الوصف تحت. وان شاء الله حاجة بسيطة خالص. انا ما عنديش طبعا مطحنة خلاط، فعشان كده اشتغلت في الكب. فانت هتشتغلي في الكبة بتاعتك او في مطحنة الخلاط عادي، تقلبي كل المكونات على بعضها وتبدأي ان انت تخلطيها. هنا انا عمالة اقرب المعلقة للكاميرا. بصوا، هي هنا لسه طبعا خشنة، فطبعا لسه السوداني باي، السمسم معلش، انما السوداني بدأ ينطح. فلو انت عايزة تلغي السوداني براحتك، عايزة تخليها سمسم بس براحتك، عايزة تخلي نص ونص براحتك، ده هترجع لك. بس عامة السوداني فيه فوائد، والسمسم برضك فيه فوائد. السمسم طبعا فوائده لا تعد وتحصى، وتحطها على اكلات كتير. وعندك بقى لو انت ولادك قايلين شويه بطاطس، بدل ما تجيبي بقى اطعم من بره وحاجات زي كده صناعيه، دي حاجه طبيعيه في البيت ومغذيه ومفيده. هترش على شويه البطاطس المقليين، حاجه كده تاكلها معاه، فحاجه جميله بتاكل مع اي حاجه. اهو التانية بقى تضربي ضرب كده متقطع، وتخلي بالك وتشوفي فانا هقولك المقادير اللي انا بقولك عليها دي، مع كوبايه سمسم، او كوبايه ونص سمسم، او كوبايه سمسم ونص سوداني، ومعلقه ملح، معلقه اكل ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه. واهم حاجه نسيت اقولها لكم، اهم حاجه تحمصي الحاجات دي، ويا ريتك تجيبيها كلها حصى وتنقيها كويس وتطحنها عندك وتحمصيها عندك في البيت في الطاسه فاضيه كده ألمونيا على البوتاجاز، وبعد كده تبدأ تطحني في الحاجه. بس لما تطحنيهم لو هم سخنين، ما تطحنيش وهم سخنين، تستنى ما يهدوا شويه عشان ما يبقوش سخنين قوي. وبرضك تحطيه في طبق زي كده وتسيبيه عشان هو بيبقى سخن، ما تعبوش في برطمان على طول. وتجيبي برطمان بقى ازاز، وتقومي حاطه الدقه دي في قلب البرطمان وتستعملي منها عادي. اهي بصوا، انا وصلتها للمرحله دي كده اهي. عايزاها انعم من كده براحتك. يلا سلام، واشوفكم